صفات الإشارة حاجة اسمها les adjectifs démonstratifs صفات الإشارة، دي نوع من المحددات. صفات الإشارة هي إيه؟ صفات الإشارة هي إيه؟ تعالوا نغنيها مع بعض. cette c'est. صفات الإشارة هي إيه؟ cette و c'est. صفات الإشارة هي إيه؟ cette و c'est. بس في 2 ستات في النص، ستات والله مش بهزر. ست وست. ست بتي واحدة، ست أم تي واحدة. ست من ضمن الستات عندها تي واحدة، عندها بنت اسمها تي واحدة. وفي ست تانية عندها 2 تي، عندها توأم مثلا، عندها توأم من التي. افتكرهم كده عشان ما تنساهمش. طيب لخصناها في كلمة سوستا بي. افتكر أول ما تفتكر كلمة سوستا تجيلك سوستا، افتكر ان دي صفات الإشارة. حلو أوي. يبقى إيه؟ صفات الإشارة هي إيه؟ set و سي. صفات الإشارة هي إيه؟ وست وسي. لو عايز تغنيها بالطريقة دي، صفات الإشارة هي إيه؟ وست وسي. لخصناها في كلمة سوستا بي. صفات الإشارة هي إيه؟ سوستا بي. جميل. طيب تعال نفصلهم كده، نفصصهم مع بعض. السو تيجي قدام الاسم أهني. طيب هذا معناها هذا، جميل. للمفرد المذكر يبقى عرفنا هذا بتيجي مع المفرد المذكر، بس اللي بادئ بايه؟ بساكن، اللي بادئ بحرف ايه؟ ساكن. الموضوع بقى سهل بقى ماشي وعادي، عرفنا الساكن وعرفنا المتحرك، الموضوع عادي. جميل، كمل يا وطن. طيب هذا للمفرد المذكر اللي بادئ بقى بايه؟ بمتحرك. هي مين؟ ست اللي عندها تي واحده، ست ام تي واحده. يبقى كده ركز، عندنا 2 بمعنى هذا، 2 بمعنى هذا للمذكر. حلو، للمذكر ديت اول ما تشوف مذكر بادئ بساكن، اول ما تشوف مذكر بادئ بمتحرك تختار ست ام تي واحده، دي ساكن دي متحرك. حلو. طيب المؤنث هذه للمفرد المؤنث، بس هنا دي بقى حلوه، للمفرد المؤنث كله اللي بادئ بساكن واللي بادئ بمتحرك بس. ست ام 2 تي، ست ام 2 تي للمفرد الايه؟ المؤنث اللي بادئ بساكن واللي بادئ بمتحرك. طيب هؤلاء جمع دي للجمع المذكر والجمع المؤنث، اي جمع حط له على طول مين؟ سي. بس يا صديقي الموضوع سهل جدا. طيب عيد تاني. هذا للمفرد المذكر اللي بادئ بحرفين ساكن. انا حافظهم وعارفهم، انا بقول لك انت عشان تكرر. هذا للمفرد المذكر اللي بادئ بحرفين ساكن، ست ام تي واحده. هذا للمفرد المذكر اللي بادئ بمتحرك، ست ام 2 تي. هذه للمفرد المؤنث اللي بادئ بساكن واللي بادئ بمتحرك. هؤلاء يعني سي، هؤلاء يعني سي. للجمع المذكر والجمع المؤنث كمان يا سعادة البي.